اخواتي اللي متابعيني من ساعه بطوله افريقيا عارفيني طبعا لما بحلل حاجه لمنتخب مصر فبحلل لما الاقي في مصطلح ممكن اتكلم عليه او حاله ممكن اتكلم عليها، لكن مش بحلل ككل او طلع لعيبه في السماء او اقطع في لعيبه. لا طبعا كلها لعيبه دوليه، واللعيب اللي هتكلم عنه النهارده انا اصلا بحبه. او يعني مش قصدي حاجه، ده عادي يعني مش موافق. انا قصدي على مهند لاشين، الهدف اللي دخل فينا الاول من البرازيل هتكلم عليه. اخواتي اللي بيلعبوا نص ملعب ركز معايا بقى هنا، يلا. حلو الكلام، سلام، تمام. بص هنا، بص، يا سلام. هو الراجل يستلم كلاعب نص ملعب، قلنا ان انت كلاعب نص ملعب تستلم بزاويه منفرجه ووشك دايما كاشف الملعب. هو عمل كده فعلا على فكره، يعني مهند لاشين كده كده حتى الماتشات الوديه اللي فاتت الراجل مش محتاج يثبت نفسه. هو ظروفه كان الماتش ده اللي عايز ياخد قرارين في قرار واحد سرح، لكن زي ما انت شايف بص كان في لعيب هنا هيظهر دلوقتي. حلو الكلام، تمام. طب ردها بسرعه تاني. لا، اتقطعت مفيش وقت، تمام. هنرجع تاني، لينا وجهة نظر تانية. بص هنا، ستوب، استلم اهو. ما يلعب على طول الباك اللي في وشه، ونطبق نظرية حرف الاس الديزيربي اللي هو هوريها لكم تاني دلوقتي. هيلعب لده وده يلعب لنص ملعب اللي وراه، هتشوف، او للفيرود اللي نازل. بص كان لعبها ناحية الباك، كانت هتبقى اسهل بكتير. برضه كان عنده حلين، يعني ممكن الحل ده، بص الحل ده ماشي، ممكن اقول لك يا عم اللي في الملعب غير اللي بيتفرج عادي. هو حس ان الاثنين دول هيقفلوا عليه، وان البرازيل عملت ممكن تكون مصيدة الضغط. يعني هي متعوده ان مصر، ركز معايا دي، بتبني لعب من على الجنب مثلا، فهو حلو هيمسك لك الناحيه الاطراف وهيخليك تضطر تلعب للبيفوت، نص ملعب نازل يستلم. انت فاهم؟ بس المفروض نص الملعب حتى لو انت بتبني لعب بطريقه معينه مش السيستم بتاعك الطريقه دي، فاكيد في حل بديل طبعا يا جماعه. يعني اكيد يعني طاقم فني منتخب مصر اكيد عامل حلول بديله، بس ده حاجه تخص اللاعب. ده لعيب يعني التوفيق ما حالفوش في التركيز، ما عرفش، يعني التوفيق ما حالفوش خالص انه يركز. تمام، هتتعاد وهنقول بقى بطريقه مفصله اكتر. تمام، بص، طب هل المدير الفني هينزل يخلي اللعيب يباصي هنا حتى لو ما فيش اي طريقه لعب ولا في اي حاجه ولا سيستم؟ كلاعب عادي حتى لو الناس من بره قاعده ما فيش مدير فني، عادي انا لقيت اللي في وشي بلعب له، لقيت اللي في وشي بلعب له. كمل يا باشا، لقيت اهو. بص اللي قصدي عليه، تعالوا اقول لكم على حرف الاس لما بيلعب لاعب شوبير. ادي شوف ماشي صابعك معايا، بص شوبير ادي حرف الاس بتاع الزر بيلعب لده وده بيلعب لده، وبيعملها برضو ارتيتا في ارسنال مش ديزيربي بس، وبتطلع بالكوره وهتلاقي نفسك طلعت بالهجمه بسهوله. انتوا فهمت حرف الاس لما الشوبير بيلعبها ليه سموه حرف اس؟ مفهوم الاس ده انا مش بالف يا جماعه، ده طريقه ديزيربي في بناء اللعب ومدربين كتير تبنوها. اهو بيلعب شوبير، لعب لمهند اهو ناحيه هنا اهي، شفت الاس اهي. انت فاهم؟ او تلعب على طول لما انت ما شاء الله وبص عرفت تعمل تفتح بزاويه منفرجه جسمك، العب على طول. بس عادي قلت لك صعب عادي محدش مكان، لكن بتاعت محمد هاني او نص ملعب اهو جنبه كان سهل يلعبها. يعني مصيدة ضغط محترم عملها البرازيل. واضح ان المدرسه الايطاليه بتاعت انشيلوتي ضايفه حاجه للهجوم بتاع البرازيل الصراحه. خلينا هنا، فالكسل ده مش مسؤول منه مدير فني، الكسل ده مش بتاعت يعني ما مش بتاعت حد. انا بتكلم على يعني لعيب جامد اهو عادي، يعني ما حالفوش الحظ. واتمنى مهند لاشين اصلا يعني يكون اساسي اصلا ماتشات المجموعه، يعني ما يتاثرش باللعبه دي. اللعيب ده بحبه يعني على المستوى الفني. طبعا صديقي اللي متابعني من زمان عارف مفهوم الاس اللي اتكلمت فيه عن فيديو ديزيربي اللي جاي من استخدام نظريه الرجل الثالث. واللي ما كانش متابعني خد الحته دي وعشان تبقى مترجم، واللي كان متابعني يفتكر تاني. روبرتو ديزيربي قال بس انا هخلي لعيبتي تحضر جوه منطقتي بحيث الخصم يفضي مساحات وراه زي ما انت شايف، وبيبص في حتت ضيقه علشان اول ما تقرب عليه وتضغط يضربك في المساحه اللي وراك. نيجي بقى لسر الصنعه، مفهوم ذا ثيرد مان، الرجل الثالث.
فالفكره مش ان ايه يردها لبي، الفكره ان بي يلعبها لسي اللي الخصم مش شايفه، باصات سريعه تبدا اي دفاع. ومن هنا جت الديزربيان اس، لما بتتم حركه الرجل الثالث وبيتحرك الدبل بيفوت بزوايا معينه زي ما انت شايف، مش بيفوت واحد، فبيترسم حرف الاس. فطول ما انت عامل حرف الاس مستحيل الكره تتقطع زي ما انت شايف. فمن لمسه واحده تلاقي الفريق كله راح لمرمى الخصم بسرعه الصاروخ. فعامة بس عشان اريح نفسي، انا مش بتكلم على الماتش اصلا ولا المنتخب، بتكلم على حالة عشان ما حدش يتكلم، بس علشان تحسبا لو حد جه في ذهنه حاجة. الماتش ده فيه مكاسب كتير قوي على فكرة، وانبسطت ان المنتخب مش خايف عادي. وده فرق يا جماعة، لازم نعرف الواقع وتعرف انت فين. ده فعلا ده الفارق بين اللعيبة دي واللعيبة دي، فرق امكانيات كبير في اللعيبة، قدرات بدنية وقدرات ذهنية. اللعيبة عارفة تسرق الوقت. تاني، اللعيبة عارفة تسرق الوقت وتاخده منك. انت بتفضل فترات طويلة علشان تفكر. اديك شفت مهند لاشين في الكرة دي قعد فترة كبيرة بيفكر في كذا حاجة، عكس بتوع البرازيل بيكسبوا وقت، بينجزوا، بيفكروا قبل الكرة ما تيجي. قدرات ذهنية حتى مش بدنية بس، حتى اللي متابع الماتش استنى عشان نمسك حالة وما دوشكش معايا. فاللي عايز اقوله لا، الماتش فيه مكاسب كتير وخليتك كمان تحتاج احسن ما تفضل تقول لي زي البطولات قبل كده مع المدربين اللي قبل كده تقول احنا ما احتكناش مع فرق في ماتشات وديه. ما هو ده الواقع، احنا مش عايزين نكسب فرق ضعيفه ونفرح بالمكسب ونروح هناك ناخد على وشنا. انت حلو انك تاخد الصدمه كده وتعرف قدر نفسك بالظبط. واللاعب المصري اول ما بيعرف قدر نفسه ويتواضع بياكل النجيله، اول ما بيتنطط كده ويشوف نفسه بياخد على عينه. خلينا هنا ومتفائلين خير ان شاء الله نصعد من المجموعات. انا راضي عن الماتش والحاجات اللي خدناها منه. خير ان شاء الله. وكان معكم حازم زياد. حد بيحب يعرف كره لعبه ازاي؟ سلام.